في مقطع انتشر عنك وبصراحة انه اصبح فخر للجميع ورسالة يعني صار لها صدى كبير. عندك علم في الموضوع هذا ولا ما؟ والله انا ما ادري عنه، لكن جوني نفرين غايته في سياره. نعم. غمارتين. عندك ما عندك معلومه؟ اعطينا طلي وما طلي واتكلمت معهم بس. نعم صحيح. عندك طيب خبر عن المقطع انه انتشر او انه نهائي؟ لا ما عندي مره. المقطع انتشر وصل اكثر من 1.5 مليون او اكثر مشاهد ما شاء الله. وبصراحه الجميع يثني عليك وعلى امانتك، ويعني صرت يعني وجهت رسالة نتمنى أن الكل يعني يكون يمشي على هالرسالة اللي أنت أديتها من ناحية. فالأمانة شيء كبير. طبعا جاك خبر إن في أحد مثلا تبرع لك بشيء أو يعني دعمك بشيء أو يعني دعم بشيء أو تكفل لك بشيء ولا ما عندك خبر نهائي؟ لا ما عندي خبر مرة. طبعا المقطع تداول بأكثر من 1.5 مليون وممكن أكثر، وصل تقريبا 3 مليون مشاهد. لكن أحد شركة تابعت في الدمام تكفل لك صاحب الشركة مبلغ 20,000 ريال. لكن نعم ما عندك علم نهائي؟ نهاية لا تكفل مبلغ 20,000 وانت تستاهل أكثر من الشيء هذا يعني. وبصراحة انت هالكلام اللي ظهر في المقطع كان له صدى كبير بصراحة. فودي يعني لو كلمتني مثلا، انت لك كم سنة في السعودية هنا؟ انا عديت 2 هنا وعودت السودان. 2 ايوه جيت معود من السودان لسه 3 شهور. 3 شهور رجعت هنا. 3 شهور ما جيت. طيب رأيك طيب كلمة توجهها لأصحاب الأمانات بدي يعني بأي واحد تولى أمانة، ودي إيش الكلمة اللي تحب توجهها له أو النصيحة اللي توجهها له؟ والله بتمنى من أي أخو ماسك له أمانة بتاعت رجل نعم. بتمنى ينظف عمله. نعم هذا ينظف عمله ويصحح نفسه. نعم الله يعطيك العافية. واحنا الآن طبعا أنا مراسل صحيفة تبوك الحدث، مقدمين لك منسوبيها مجرد شيء بسيط عن ما بدر منك حرص على الأمانة، وشيء يعني بصراحة إنه نفتخر فيه إحنا وجميع كل مسلم ما ظهر منك من حرص على الأمانة ومن يعني كأداء مثلا للأمانة بالشكل المطلوب. فالله يجزاك بالخير. الله يجزيك الله خير. آمين إن شاء الله. تشكره يا الله. العفو بالعكس. قلت لي بس الاسم الكريم. الطيب يوسف الزين أحمد. الطيب يوسف الزين أحمد. نعم. طبعا اسم الكفيل. نعم اسم الكفيل سليمان سالم سليم الفايد. ممتاز. طيب أنت من سكان السودان بالضبط؟ شرقي سنار. شرقي سنار؟ أيه. ما شاء الله تبارك الله. وإحنا والله حابين نقدم لك الهدايا وهالشيء اللي لعلك بس تقبله مني ومن منسوبي الصحيفة طبعا. مقبولة هدية مقبولة إن شاء الله. الله يسعدك. تسلم. تسلم الغالي. مقبولة هدية إن شاء الله.